السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. معلش النهاردة التصوير في الشارع بس عشان في كلمتين شفتهم امبارح وحابب أتكلم فيهم. مبدئيا للكل اللي بيحب نادي الزمالك وبيعشق نادي الزمالك، مبدئيا يا اخوانا انت في ناس بتقول لي اصلا مرتضى منصور بطل. مرتضى منصور ده يا باشا ما تفكر بعقلك كده قبل ما تفكر بأي حاجة تانية. مبدئيا مين كان سبب مشاكل؟ مرتضى منصور. مين اللي اتبلى على اللعيبه ان هم بيشربوا مخدرات؟ مرتضى منصور. مين اللي عمل المشكله مع اتحاد الكوره؟ مرتضى منصور. مبدئيا في حوار القيد يا باشا انت ليك قد ايه؟ انت ليك من يوم 1 لغايه يوم 31، يعني سيادتك خلاص رايح لي يوم 31. ايه يعني هي فتوه يعني؟ لا، ما ينفعش ما ينفعش. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي انت عملته امبارح مع اسامه نبيل، لو انت عايز تمشيه ده حاجه ترجع لك، مش هقدر نتكلموا فيها يعني خلاص. تمام، ده قرار من الاداره وبنحترم القرار. لكن ما تجيش تتبلى وتقول اصلا هو مريض وعنده ذبحه صدريه وراح الخبر وصل لاهله واهله راحوا جروا على النادي. مش كده مش كده، ده مش اسلوب. يا اخواننا نشغل مخنا يا اخواننا، والله العظيم الراجل ده بينتقم المصالح شخصية، ما بيدورش على نادي ولا بيدور على اسم ولا بيدور على حاجة. يا اخواننا والله العظيم الراجل قلة ادبه، وهو اللي خلق مشاكل، وهو اللي خلى طوب الارض يتشاكل مع الزمالك ويعادي الزمالك بسببه. يا اخواننا مش كده. السلام عليكم.